أبشر فالخير بناء، هذا مشروع بناء. اهم استثمار ممكن نعمله دلوقتي لو احنا عندنا طفل ان احنا نستثمر في مهاراته، واهم المهارات دي هي المهارات اللغويه. يعني لازم نساعد ابننا، نساعد طفلنا ان هو يطلع عنده على الاقل لغتين غير اللغه الام بتاعته. ومش عايزين نكون طماعين، هنبدا بالانجليش بس. لازم نساعد ابننا ان يكون بيتكلم انجليش زي ما بيتكلم عربي. ده هيتيح ليه فرص كتير جدا في الشغل، في السفر، في التواصل، في البوزيشن، في كل حاجه. وعشان نساعده انه يكون عنده انجليش زي ما هو بيتكلم عربي بالظبط، لازم برضه ان احنا نهيئه في بيئه تساعده انه يتعلم اللغه دي. لازم نعرفه انه عادي جدا انك تغلط، لازم نعرفه ان لما تغلط مش هيحصل حاجه، لازم نعرفه ان الانجليش ده لغه، ان العربي اللي هو بيتكلمه بكل سهوله من اصعب لغات العالم. ما بالك الانجليش اللي هو اساسا 500 الف كلمه، العربي 6 مليون كلمه. شوف الفرق، شوف انت بتتكلم لغه عامله ازاي. مش هتقدر تتكلم لغه بسيطه زي دي. لازم نعرفه ان الانجليش اللي اصواتها قليله جدا، العربي اصواته كتير جدا. لازم نعرفه ان الانجليش الجرامر بتاعه بسيط يتلم في ورقتين، العربي معقد ولغه صعبه جدا. وطبعا ده من العظمه اللي اللغه فيها، لا، العربي اعظم لغات العالم، اللغه اللي اتكتب بها القران الكريم. فلازم نعرفه قد ايه الموضوع سهل وبسيط، فبالتالي يكون قادر ان هو يستقبل اللغه دي بكل سهوله. لازم نزرع جوه اولادنا حبهم للتعلم عموما، مش بس تعلم اللغات، ولكن دلوقتي انا بتكلم عن تعلم اللغات، بالذات اللغه الانجليزيه. بتعلم اللغه الجديده هيكون ليه شأن كبير جدا، هيكون ليه وظيفه كبيره جدا في مكان مرموق جدا. وبرضه صدقيني ممكن يكون ابنك نابغه ويكون شاطر جدا جدا جدا، بس للاسف هي الفرصه ما بتجيش كده. الفرصه دايما بتيجي للي عندهم اللغه التانيه، بالذات اللغه الانجليزيه. يبقى شاطر في المجال بتاعه، بيقدر يتكلم عربي وانجليش وفرنش، الدنيا وما فيها بالنسبه لابنك دلوقتي. وما تقوليش هبدا بعدين، هو دلوقتي لو ابنك عنده 8 سنين انت كده متاخر. يلا نبدا دلوقتي حالا انه يتعلم اللغه التانيه بكل سهوله. انا مستر مصطفى عاطف، مدرب انجليش ومؤلف كتب تعليميه. هتلاقيني معاكي على المنصه عشان اعلمك تعلمي ابنك انجليش، اعلمك تبقوا عارفين انتوا واقفين فين، مستواكوا ايه، رايحين لفين، ولو عملتوا ايه هتروحوا لمستوى ايه. استنوني في منصه بناءات مدرسه الامهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أنا مس أميرة رشاد، وهكون معاكم بإذن الله في البناء اللغوي الخاص باللغة الإنجليزية. وهنتعلم مع بعض إزاي طفلنا يحب المذاكرة، وإزاي يوصله المعلومات بشكل سلس وبسيط، وإزاي أدخله اللغة بشكل بسيط. وكمان هنعرف إزاي نتعامل مع أطفالنا في الفور سكيلز بتوع الإنجليش، اللي هم الريدين والرايتين والسبيكين والليسننج، بطريقة سلسة وبسيطة. وحتى لو أنا لسه مش متعلمة أو لسه بتعلم مع طفلي أتعامل إزاي، هنشتغل مع أطفالنا في السبيكين، وهنشتغل كمان في مهارة الريدين والرايتنج، وهنتعلم الساوندز مع بعض. وبإذن الله تستفادوا أكبر إفادة ممكنة. لو مشينا في المهارات اللي أنا قلت لكم عليها دي، هنلاقي نتيجة بإذن الله تفرحنا مع أطفالنا. إن شاء الله هكون معاكم في منصة بناءات مدرسة الأمهات، وبإذن الله تستفادوا بإفادة كبيرة جدا بإذن الله. السلام عليكم. أبشر فالخير بناء، هذا مشروع بناء.